ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا جدا. يعني انا بقالي اكتر من تقريبا 4 شهور ما نزلتش حاجة. والشقة دي النهاردة حرفيا تخطف القلب والعين. اتمنى تكونوا لسه فاكرين القناة ولسه فاكرين المحتوى. ونبدأ بشقة النهاردة. شقتنا النهاردة من القاهرة، من الشروق تحديدا، شقة 128 متر. نبدأ بيه النهاردة بنقول بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يسعد أصحابها ويهنيهم. شقتنا النهاردة تفاصيلها حلوة جدا، مريحة للعين، تفاصيل رائعة. بصوا كده الأول الأرضيات اللون الرخامي، ودي بتبقى من الألوان اللي بتدي وسع لأي مساحة. أي شقة بيكون باللون الرخامي ده كده. مبدئيا تفاصيل الشقة: الأول المطبخ على الجنب، وبعدين الطرقة اللي بتفصل بين الأوض والريسبشن. فتستمتعوا جدا بتفاصيل الشقة. بصوا كده هنا المطبخ، اللون بتاع المطبخ دي دايما الألوان الفاتحة بتدي مساحة وبتحسسك إن المساحة أوسع. هنا طبعا البوتاجاز والغسالة الأطباق وغسالة الملابس. الشقة دي تصميم الشركة الهندسية ارت ديزاين بيستلم من حضرتك الشقة على الطوب الأحمر وبيسلمها بكل التفاصيل اللي حضراتكم شايفينه: جبسون بورد، سباكة، دهانات، أجهزة كهربائية، آم، فرش، نجف، كهرباء، سجاد، ستاير، كل حاجة هو اللي بيعملها. الإضاءة مع وجود زرع في أي ركن في البيت بيدي لمسة ديكورية مش مكلفة، لكن بتحسسك بروح. دايما وجود الزرع سواء كان طبيعي أو صناعي بيدي روح حلوة جدا للبيت. هنا السفرة سيمبل، ولو لاحظتوا ان الرخامة بتاع السفرة نفس درجة ألوان السيراميك بتاع الأرضيات، فشكله حلو جدا. بصوا هنا السفرة من تحت، طبعا الجزء اللي تحت الكراسي والسفرة باللون الجولد ستيل. والحاجات الستيل بتدي قيمة لأي قطعة أثاث. هنا كورنر صغير فيه ركنة مودرن اهو، برضو الرجلين بتاعتها ستيل باللون الجراي مع الكوشنز باللون الأبيض. الستاير سيمبل جدا، وده بيعجبني في شغلهم، ان مش شغل البرائع المزعجة، لان شغل البرائع اعتقد ما عادش حد بيفضله الاول. طبعا الفيصل هنا عاملين ازاز ملون بين الريسبشن، جزء من الريسبشن اهو، والليفينج. هنا بقى هندخل نشوف انتري. بصوا فيصل بين ايه هنا اهو، ده السفرة بكورنر كده ركنة، ويفصل بينهم الجزء الإزاز. ندخل بقى هنا نشوف تفاصيله. حط لنا لايك لفيديو النهارده، ولأول مرة يشوفنا في القناة يا ريت تشترك معنا. كل فيديو هنخرج بفكرة منه مفيدة في الترتيب، في الديكور. لا عروسة بتجهزي أو ست بتجددي بيتك، كل فيديو بتاخدي منه فكرة. بصوا هنا الركنة لونها قمر، برضو درجات الجري بس مختلفة عن اللي مع السفرة. والكوشنز ابيض فارو، معاه برضو حاجات فيها تشبيهات الجراي. وحلو الخصوصية ان انا افصل ليفينج عن البيت كله. لو في بقى ستات قاعدين مع بعض، انتي في البيت نفسك عاملة دي جزء ليك خاص بالبيت والولاد، يكون بقى مش مرتب، يبقى بعيد عن البيت. هنا طبعا مع حمام ضيوف اهو، حلو قوي. المساحة اعتقد كافية. وجزء وجود الحمام معاه طبعا. هنا في شاشة تلفزيون، في نوع من الخصوصية لو معاك ضيوف غير اللي في الصالة مثلا أو مع زوجك. بصوا، مفيش أجمل ولا أرق ولا أبسط من كده. فين بقى التفاصيل؟ الترابيزة، النجف، الجبسون بورد، والإضاءة كمان. هندخل بقى هنا كده على بقية الشقة. بس احنا كده خدنا ريسبشن كامل، سفرة، انتري، وليفينج. ده كده في مدخل الشقة. مع طبعا في البداية طبعا المطبخ شفناه. الإضاءات اللي عندهم بتعجبني. شغل الجبسون بورد مفيش فيه بهرجة وألوان كتير في الإضاءة. بصوا بقى الطرق اللي بتودي الأوض، شايفين بقى دايما هم اعتمدوا على الطابلوهات، الرسومات الهاند ميد، فبتدي شكل حلو قوي. هنا أوضة الولاد أو الأوضة الصغيرة. الدولاب بيبقى تقسيمته غالبا شكل الدريسنج، جزء متنجد هنا بشكل طولي،
زي بالظبط، هتلاقوه نفس ظهر السرير اهو، نفس الالوان. الأوضة مساحتها مش كبيرة بس مستغلة صح جدا، بتابلو بسيط بنفس الألوان، بإضاءة سيمبل، مفيش تفاصيل فيها، لكن الأوضة مريحة. أنا دايما ما يشغلنيش تفاصيل مساحة الأوضة قد ما أكون مستغلة المساحة صح، ما يبقاش الأوضة صغننة عاملة السراير أو حاطة فيها قطع أساس كتير، لا بالعكس، هنا كل حاجة موجودة في الأوضة لكن بالمقاسات بالظبط. وده اللي بيميز الشركة هنا، إن هو بيعمل، مش بيشتري عفش جاهز، المقاسات بالظبط، السرير، الأنتريه، السفرة، أي حاجة بتبقى بمقاساتها، فما تحسيش إن المكان عندك ضيق. ده حمام تاني عند أوض النوم. بصوا بقى، هندخل هنا كمان على جزء تاني. دي أوضة نوم، اعتبروها بقى ضيوف، اعتبروها شبابي، اعتبروها فردي اهي، معاها ركنة صغيرة، يعني مش محتاج يحط سريرين. طبعا دي بتبقى بقى نظريات في الفرش، في حد يقول لك لا انا احط اوض النوم كلها تبقى سراير لعدد اكبر، وحد تاني يقول لك لا انا اعملها بركنة، بقعدة، بوحدة تلفزيون زي ما حضراتكم شايفين هنا. شايفين الجبسون بورد تحت التلفزيون افضل كتير من مكاتب بتبقى فيها شغل كتير. وهنا دولاب صغنن برضو في الأوضة، مع وجود طبعا الزرع. بصوا بقى الجمال، حلوة قوي الأوضة وتفاصيلها. دايما البساطة والتكنيك والتفاصيل المختلفة بتميز ارت ديزاين، يعني أي شقة بشوفها بعرف إن ده شغل ارت ديزاين، لأن شغلهم مميز. ندخل طبعا هنا بقى على الأوضة الماستر أو الأوضة الكبيرة. المساحة طبعا بتبقى مختلفة، التفاصيل كمان بتبقى مختلفة. بصوا بقى الجمال هنا، الألوان طبعا على كافيهات، يعني معظم الشقة لو لاحظتوا إن هي على جراي أكتر. بصوا بقى الجمال، طابلو سيمبل مع تنجيد بشكل تنجيد شرايح كده شكله طولي. الستاير بدرجات برضو الكافيه. تسريحة. هنا الدولاب حلو جدا، سيمبل قوي طبعا. هنا وحدات مرايات، ودايما المرايات بتدي اتساع لأي مكان. غالبا الأوضة هنا مش كبيرة، مساحتها مش كبيرة، لأن هو هنا عامل 3 أوض نوم، ولكن مستغلة صح. أنا حاسة إن هي أوضة ماستر، مش محتاج عندي أكتر من كده. أتمنى فيديو النهاردة يكون نال إعجاب حضراتكم، وأتمنى دعمكم للفيديو بلايكات كتير وتعليقات منكم. وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وشقة جديدة وعروسة جديدة، ودعوة حلوة من قلوبكم لأصحاب البيت. ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدة ممتعة بإذن الله.